بيبتدي فيلمنا النهارده مع شاب اسمه جي ار اللي بيتحكم عليه بالحبس لمدة 6 شهور بسبب حادثة سرقة، وبيتنقل لسجن الولاية عشان يقضي مدة العقوبة هناك. طبعا في البداية الضباط بيكشفوا عليه وبياخدوا كل بياناته وبيسألوا عن أهله أو أصحابه عشان يبعتوا لهم لو حصل له حاجة، لكن جي ار بيقول لهم إنه مقطوع من شجرة وبيكون واضح عليه الحزن الشديد وهو بيتكلم. فبيقول له الضابط: أنت قلقان من إيه يا عم؟ ده السجن للجدعان وأنت باين عليك واد جدع وما يتخافش عليك، شكلك هتقضي مدتك على خير. طبعا اول ما بيدخل جي ار السجن بيقابل اشكال ما يعلم بها الا ربنا، قتالين قتله وحراميه وبلطجيه، لكنه بيحاول انه يبقى في حاله عشان ما يعملش مشاكل ويزود مده العقوبه اكتر. لما بيدخل جي ار اوضته بيقابل شاب غلبان بيكون واضح عليه ان الدنيا دشملته لدرجه انه ما بيبقاش قادر يتكلم حتى، وده طبعا بيطبق المثل بتاع ياما في الحبس مظاليم. في اليوم اللي بعده بيخرج جي ار للصاله عشان ينفذ شغل السجن، وبنلاحظ ساعتها انه ما بيشيلش عينه من على واحد من المساجين اسمه براندون، ده زي خط الصعيد كده في استراليا، اشهر واخطر مجرم في البلد كلها. بيلفت نظره بعد كده 3 مساجين تانيين بيكونوا عاملين عصابه مع بعض مسمينها عصابه السفاحين. بتشوفهم وهما بيهجموا على الشاب الغلبان اللي مع جي ار في الاوضه، وبياخدوه معاهم غصب عنه للاوضه بتاعتهم عشان يعملوا معاه الجلاشه من غير ما حد من الحراس ياخد باله. وبيروح جي ار للمجرم براندون بعد كده وبيلاقيه بيلعب شطرنج، وبيقول له: انت باين عليك مبتدع على فكره، لان الحركه اللي انت عملتها دلوقتي دي ممكن تخسرك الجيم في نقله واحده بس. ساعتها المجرم براندون بيستغرب من كلامه وبيقول له: يلا حبيبي من هنا عشان ما ادمرلكش وشك النونو ده. لكن جي ار بيكون عنيد معاه وبيروح ياخد كرسي وبيقول له: طب انا هوريك انت ممكن تخسر في نقله واحده ازاي. ساعتها براندون بيقول له: انت هتصاحبني يلا ولا ايه؟ انت تحرك الشطرنج من غير ما تقعد معايا وتوريني هتخسرني ازاي يا عم ماجنس كارسن انت. وعلى غير المتوقع بيستخدم جي ار ذكائه وبينفذ كلامه وبيقدر انه يهزم براندون في الشطرنج. طبعا ساعتها براندون بيتحرج وسط زمايله وبيقول في سره: يا عكس فاللي انت فيها يا حازم. بعدها بيساله براندون: انت ليه كنت بتبص لي طول اليوم من بعيد؟ انت عايز مني حاجه ولا ايه؟ فبيقول له جي ار: لا يا معلم، انا معجب بيك بس، وطول عمري بسمع عن الجرائم العظيمه اللي كنت بتنفذها وانك كنت مجنن الشرطه طول السنين اللي فاتت. طبعا ساعتها براندون بيتعصب لانه فكره باليوم اللي اتسجن فيه، فبيقول له: بص حبيبي، انا مش عايز اسمع منك كلمه تاني بعد اللي انت قلته ده، يلا غور من هنا بدل ما اعملها معاك بقى. بيرجع جي ار اوضته بعدها وبيلاقي زميله الغلبان اللي في الاوضه بيحاول يصنع سلاح وبيكون عايز ينتقم من السفاحين بعد اللي عملوه فيه. فبيساله جي ار ساعتها: ايه اللي عملوه فيك يا ابني عشان تبقى عايز تنتقم منهم بالشكل ده؟ لكن طبعا الواد الغلبان مش بيرضى يقول له حاجه، لان اللي اتعمل فيه ما يتحكيش ابدا، وخصوصا لراجل زيه. وفي اليوم اللي بعده بيتجمعوا السفاحين عشان يعملوا حفله على الواد الغلبان تاني، لكن في الوقت ده الواد الغلبان بيكون ماسك سكينه في ايده عشان يخلص عليهم ويتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيه. طبعا جي ار بيكون عارف انه لو قتلهم هيودي نفسه في داهيه، فبيقرر انه ينقذه وبيروح يتعارك معاه كده وكده يعني عشان يخلي الحراس يتدخلوا وينقلوهم هما الاتنين للحبس الانفرادي، وبعد كده يبقى جي ار انقذه من المصيبه اللي كان هيودي نفسه فيها. طبعا السفاحين مش بيرضوا يتدخلوا لما بيشوفوا الحراس وبيفتكروها خناقه عاديه، لكن براندون ورجالته بيكونوا عارفين جي ار عمل كده ليه، فبيدخل دماغهم وبيعجبهم تفكيره. بعد فتره بيخرج جي ار من الحبس الانفرادي وبيلاقي السفاحين مستقصدين الواد الغلبان تاني وبيحوموا حواليه، لكنه للاسف ما يقدرش يعمل له حاجه المره دي. بالليل بيحس الواد الغلبان بالاكتئاب من حياته، بيكون عايز يخلص من العذاب اللي بيحصل فيه كل يوم ده، وبيقرر انه ينتحر وبيقتل نفسه بقطعه الازاز اللي معاه. بيشوفوا جي ار وهو بيموت وبينادي على الحراس بسرعه عشان ينقذوه، لكنه بيفارق الحياه وسط صدمه جي ار من اللي شافه قصاد عينيه. وفي اليوم اللي بعده بيروح جي ار الصاله عشان يعمل شغل السجن كالعاده، لكن المره دي واحد من السفاحين بيروح له وبيقول له: الليله ليلتك يا عروسه. طبعا جي ار بيتخض من الجمله دي وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، واثناء ما هو طالع لاوضته بيتجمعوا عليه السفاحين وبيكونوا عايزين يعملوا معاه الجلاشه لولا تدخل المجرم براندون اللي بيحمي جي ار، وبيقول لهم: امشي انت وهو من هنا، لان الواد ده من النهارده بقى تبعي واي بغل منكم هيقرب له هدشمله. بياخدوا براندون بعد كده عشان يلعب معاه شطرنج وبيقول له: بصراحه دماغك عجبتني لانك خساره في السجن اصلا، وانا هعرض عليك ان احميك من السفاحين دول مقابل انك اول ما تخرج من السجن هتساعدني في الهروب. طبعا مش محتاج اقول لك انك ممكن ترفض العرض ده عادي، لكن ساعتها مش هبقى اخوك ولا اعرفك واسيب السفاحين ياكلوك زي ما هم عايزين. بيقولوا جي ار انه هياخد فرصه يفكر، لكن الفرصه مش بتستمر كتير لان السفاحين بيهجموا على جي ار في نفس اليوم تاني برضه، وبياخدوه الاوضه بتاعتهم وبيكونوا عايزين يعملوا معاه جلاشه زي اللي قبله واللي قبله، لكن براندون بينقذه برضه وبيخلي رجالته يعلموا السفاحين درس عمرهم ما ينسوه. بتشوفهم بعد كده وهم بيشيلوا واحد من السفاحين وبيرموه من الدور الثالث على رقبته لحد ما بيموت عشان يكون عبره للاتنين التانيين. طبعا جي ار بعد ما بيشوف اللي بيحصل قصاد عينيه ده بيخاف وبيقرر انه ينفذ كل اللي براندون عايزه، وبيقول له: انا من ايدك دي لايدك التانية يا باشا، شبيك لبيك جي ار بين ايديك. بعد ما بيقضي جي ار فترة عقوبته فبيخرج من السجن وبيحس بالحرية أخيرا وبيشم هوا نضيف بدل العفانة اللي كان عايش فيها، وبيروح جي ار لمجرم كبير اسمه المعلم سام بعد كده وبيقول له: أنا جاي لك من طرف حبيبك براندون، وبيديله ورقة فيها رسالة منه مبعوتة له من السجن. طبعا المعلم سام بياخده بالاحضان وبيقول له: تعالى اقعد يا راجل، ده انت جاي من طرف الحبايب، وبيطلب منه في الاول انه يقابله جيم شطرنج عشان يقيس مستوى ذكائه. طبعا جي ار بيقول في سره: ايه ده يا رب، الناس اللي كلهم مدمنين شطرنج دول، انا وقعت مع عصابه خطيره ولا مع شويه عواطليه على القهوه؟
بعد ما بيخلص جيم الشطرنج بيأمر المعلم سام دراعه اليمين جاش بانه يديله شنطه كبيره وبيقول له انت هتقعد هنا في شقه صغيره مش على قد المقام لحد ما تجيلك التعليمات الجديده. طبعا جي ار اول ما بيدخل الشقه بيلاقيها جنه حرفيا وفيها كل حاجه ممكن يحتاجها، فبيبتدي يستمتع بالحياه بعد الفتره الصعبه اللي عاشها في السجن مع السفاحين. بيفتح جي ار الشنطه اللي معاه عشان يعرف ايه اللي فيها بالظبط، وبيلاقي جواها باسبورتات لبراندون ورجالته ومسدس صغير مدفون وسط الهدوم، وفي نفس الوقت بتخبط عليه في الاوضه بنت اسمها تاشا تعتبر الكريزه بتاعت الفيلم. بيحاول جي ار يتعرف عليها وبيعزمها على بيره لكنها بتصده وبتقول له انت فاكر نفسك قاعد في بيتك بجد ولا ايه؟ انت هنا جاي تنفذ المهمه وخلاص. وبتدي له تاشا بعد كده شنطه فيها فلوس وسلاح وموبايل جديد، وبتطلب منه انه يستنى المكالمه اللي هتجيله لان هيبقى فيها التعليمات الجديده. بيقول لها جي ار طب ما تيجي تشربي حاجه يا عسل، ما يصحش تمشي يعني من غير ما اضايقك حتى. لكن تاشا مش بتعبره اصلا وبتسيبه وبتمشي قفاي قمر عيش. في اليوم اللي بعده بياخد جي ار الفلوس وبيروح لواحد اسمه روبنسون عشان يشتري منه سلاح، وبيقول له انا جايلك من طرف المعلم سام. اول ما روبنسون بيفتح الباب بيتخض جي ار وبيقول له سلاما قولا من رب الرحيم. خضتنا يا جدع انت شكلك عامل زي المتشردين كده ليه؟ فبيقول له روبنسون انت جاي تهني في بيتي يا حيلتها، انجز وقول لي انت عايز ايه بالظبط. فبيدي له جي ار ورقه فيها انواع الاسلحه اللي عايزينها منه، وبياخدوا روبنسون على المخزن بعد كده وبيفرجوا على كل الاسلحه اللي عنده. طبعا جي ار بيكون خايف في الوقت ده، لكن روبنسون بيقول له ما تخافش يا جدع انت دول يا دوب تسليك سنان مش اكتر، كده كده انا هدربك على استخدامهم عشان ترفع راسنا كده لما تدخل الجيش قريب. فعلا بيقعد روبنسون معاه يدربه لمده 3 ايام لحد ما اخيرا جي ار بيعرف يصوب على سن نمله الدبانه زي ما روبنسون بيعلمه. بعدها شخص مجهول بيتصل بجي ار وبيقول له اجهز عشان العمليه هتتنفذ بكره الصبح. وفي اليوم اللي بعده بيروح جي ار لشركه طيران خاصه بيتظاهر كانه سايح، وبيقول لهم انه عايز يأجر هليكوبتر وطيار خاص كمان. وطبعا انا لو مسؤول في الشركه دي ما كنتش اخلي جي ار يقرب من عتبه الشركه حتى، لانه اكيد وراه مصيبه بمنظره المتشرد ده. لكنه للاسف ده ما بيحصلش، لان طبعا زي ما احنا عارفين طالما الفلوس حاضره فما حدش من الشركه بيهتم باي حاجه تانية، وبيسلموه طياره خاصه بالطيار بتاعها كمان. واثناء ما هما في الجو بيكون واضح على جي ار انه خايف لانه اول مره يركب هليكوبتر، لكن الطيار بيحاول يهون عليه وبيقول له تخاف كده ليه يا جدع انت، ما خلاص ما عادتش تفرق سينا من سونيا. ساعتها جي ار بيتعصب عليه وبيوجه الرشاش ناحيته وبيقول له سينا وسونيا مين، انا مش عايز صوتك ده تاني. وبيديله بعد كده ورقه فيها عنوان السجن وبيأمره انه يروح على هناك في اسرع وقت. وبنرجع بعد كده لبراندون اللي بيعمل مشكله في السجن هو وزمايله عشان يجبروا الحارس انه يتدخل ويحوش بينهم. وساعتها بيطلع براندون السكينه اللي كان مخبيها وبيحطها على رقبه الحارس، وبيقول لباقي الضباط اللي هيتحرك من مكانه هيلاقيني راسم له خريطه العالم على وشه. بيجبرهم بعد كده انهم يفتحوا له الباب عشان يخرج للجنينه هو وزمايله. في الوقت ده بتوصل الطياره بتاعه جي ار اللي بيصوب بالبندقيه على الحراس عشان يخوفهم، وفي نفس الوقت بيساعد براندون ورجالته انهم يهربوا من غير ما حد يأذيهم. بعد شويه بتهبط الطياره في مكان معين في الصحراء، وساعتها رجاله براندون بيسيبوا الحارس اللي خطفوه والطيار كمان في الصحراء، وبيقولوا لهم اتكتب لكم عمر جديد يا ولاد المحظوظه ويلا امشوا من هنا بسرعه، لو عرفنا ان انتوا بلغتوا البوليس بحاجه هنقطع رقبتكم. بينتقلوا كلهم بعد كده للعربيه بتاعه جي ار عشان يهربوا بسرعه، لكن العربيه بيكون فيها عطل وما بتبقاش راضيه تدور. فبيقول له براندون الله يخرب بيتك يا بغل انت شكلك هتضيعنا وترجعنا السجن تاني واحنا مصدقنا نهرب اصلا. لكن جي ار بيقول له ما تخافش يا معلم هي شكلها هتدور قريب ان شاء الله. وفعلا ما بتعديش ثواني بعد كده غير وبتدور العربيه وبيهربوا من المكان اللي هم فيه. بعد شويه بيوصلوا هم الاربعه عند البنزينه عشان يغيروا هدومهم ويغيروا العربيه اللي راكبينها كمان عشان ما يلفتوش الانظار. بيسمعوا في الراديو ساعتها خبر عاجل عن هروب 3 مساجين من سجن الولايه بفضيحه كبيره. ساعتها براندون بيفرح وبيقول لجي ار شايف ياض انا بقيت مشهور ازاي عشان تتعلم مني بعد كده. بعدها بيقول المذيع في الراديو مجموعه التهم بتاعتهم، وبيتفاجئ براندون لما بيعرف ان صاحبه ميرفي دخل السجن لانه كان بيغتصب بنات صغيره قبل كده. ساعتها براندون بيتعصب لانه كذب عليه وبيقرر انه يعمل معاها الجلاشه وبيرنوا علقه موت وبيسيبوه لوحده في الصحراء وبيمشوا. بصراحه من مكاني ده احب احييك يا اخ براندون على شهامتك. بعد شويه بياخدوا العربيه وبيروحوا شقه جي ار عشان يستحموا وياكلوا اكله حلوه ويرموا عظمهم كده. بعدها بيجهزوا عشان يروحوا القصر المعلم سام اللي بيستقبل براندون وبيقول له كفاره يا راجل ليك وحشه والله. طبعا براندون بيشكره على اللي عمله معاه وانه هربه من السجن، وبيقول له انا لو ليا اخ ما كانش هيقف جنبي زيك كده. فبيرد عليه المعلم سام وبيقول له سيبك بقى من المجاملات دي وخلينا نركز في الشغل لان انا عندي ليك عمليه هتنقلك نقله تانية خالص. لكن براندون بيرفض وبيعرفه ان حاليا الشرطه بتدور عليه، لو عتروا فيها يعملوا بطاطس شيبسي حرفيا، والاحسن يستخبى شويه لحد ما الموضوع يهدى. ساعتها المعلم سام بيستخدم اسلوب الاغراء معاه لانه عارف انه معفن وكلب فلوس. بيقول له وقتها براحتك يا براندون، بس ده معناه انك بتتنازل عن نصيبك في العمليه الجديده اللي هيكون 5 مليون دولار. طبعا براندون بيسمع الرقم بيتخض، بيقول له انسى خالص كل اللي قلته ده، انا معاك يا معلم وتحت امرك من ايدك دي لايدك التانيه. فبيقرر المعلم سام انه يعمل حفله بمناسبه العمليه الجديده، وطبعا حفله عند الناس دي يعني سهر وشرب ومخدرات وبنات وكل حاجه حرام تقريبا. اما بقى صاحبنا جي ار فما بيكونش مركز مع حاجه قد ما هو مركز مع تاشا اللي بتدخل دماغه. بيقرر انه يروح يكلمها في الحفله، وبنلاحظ ان المره دي تاشا بتكون مشدوده له هي كمان وبتقول له انها عاجبها الجاكيت الاسود بتاعه.
فبيقول لها جي ار ما يغلاش عليك يا قمر، ده انا حتى واخده تخليص حق من واحد صاحبي. لكن تاشا بتقول انا بهزر معاك يا ولا، فك كده احنا في حفله يعني ما احناش في السجن. بعدها بيوصل جوش دراع اليمين لسام، بيكون عايز تاشا ترقص معاه بالعافيه وبيشدها من ايديها غصب عنها. ساعتها بيتدخل جي ار وبيقول له فيها جدع انت مش شايفها واقفه مع راجل ولا ايه؟ فبيقول له جوش لا الصراحه انا مش شايف غير قفص جوافه قدامي. بعدها بيزقوا جوش في الميه وبيقعد يضحك عليه هو وزمايله، لان بصراحه منظر جي ار وهو بيقع زرع بصل في البسين كان يموت من الضحك. بعدها بنلاحظ ان جي ار ما بيكونش عارف يخرج من البسين لانه ما بيعرفش يعوم. ساعتها بتنزل تاشا البسين بسرعه وبتساعده انه يطلع، وبيتخانق جي ار مع جوش وبيتقمص زي العيال الصغيره وبيسيب الحفله وبيمشي. بتروح له تاشا بالعربيه بعد كده وبتاخده معاها وبتعزمه على العشاء، وبتلاحظ ان جي ار ما بيكونش عارف يستخدم عصيان السوشي، بيكسفها في المكان وبيقرر انه ياكل بايديه كانه بياكل كبسه. ساعتها تاشا بتتحرج وبتقول له منك لله يا شيخ، كبستني في المكان كله، بس انا غلطان لاني حاولت اعمل منك بني ادم وانت مصمم تبقى معفن. بيقول لها جي ار بعد كده انت شكلك بنت غلبانه ومالكيش في شغل الشمال بتاع المعلم سام ده، ايه اللي جبرك على العيشه معاه؟ فبتقول له تاشا انه بيدي لها فلوس كويسه وبيجيب لها كل اللي هي عايزاه، وفوق كل ده انها ما تقدرش تهرب لان اخر واحده هربت منه قبل كده جابها وحرقها ورمى جثتها في الصحراء. طبعا ما حدش قدر يفتح بقه ساعتها عشان ما يبقاش ضحيه زيها. تاني يوم لما بيرجع جي ار البيت الصبح بيلاقي براندون وستيرلو صاحبه عاملين له كمين، بيسالوه هو كان فين طول الوقت ده. بيحاول جي ار ساعتها انه يكذب عليهم، بيقول لهم انا كنت بدور على سجاير لكن واضح ان البلد بتاعتكم دي ما فيهاش حد بيبيع سجاير كليوباترا تقريبا. لكن طبعا براندون مش بيتعدى عليه الحكايه الهبله دي، وبيكون عارف انه خرج مع تاشا وبيحذره بانه يقرب منها تاني لان ساعتها المعلم سام مش هيسيبه، هيعمل معاها جلاشه لانها تخصه. في اليوم اللي بعده بيتجمعوا هم الثلاثه قصاد منجم ذهب، واللي المفروض يسرقوه خلال الايام اللي جايه عشان حياتهم ترتاح وكل واحد فيهم يسافر البلد اللي هو عايزها ويبدا حياه جديده بقى بكم الفلوس اللي هياخدوها من ورا العمليه دي. بيبداوا هم الثلاثه بعد كده يراقبوا المكان من بعيد، وبيتجمع براندون مع رجالته بالليل عشان يرسم لهم الخطه اللي هينفذوا بيها العمليه الجديده، وبيقول لهم ان محدش هيدخل جوه منجم الذهب غيره هو وجي ار بس لانه بيثق فيه. لكن في الوقت ده المعلم سام بيعترض وبيقول له ان جوش دراعه اليمين لازم يبقى معاكم لانه واثق فيه هو كمان ومش بيامن للعيل الصغير اللي اسمه جي ار ده. طبعا جي ار بيتقمص زي العيال الصغيره ساعتها تاني وبيتخانق مع جوش وبيسيبهم وبيمشي حتى قبل ما يكمل باقي الخطه. بيروح جي ار للملهى الليلي عشان يريح اعصابه شويه، وبيلاقي هناك تاشا وهي بتتخانق مع واحد من الزباين اللي برضه عايزها تروح معاه غصب عنها. مش عارف انا ايه تاشا اللي الفيلم كله حبيبها دي. وفي الوقت ده بيتدخل جي ار وبيطلع المسدس بتاعه عشان يخوف الزباين، وبيقول له تاشا ما تقلقيش طول ما انا جنبك. بيتقابلوا هما الاثنين بعد كده عند الشاطئ، وبتقول له تاشا انها حبته لكنها خايفه من المعلم سام اللي ممكن يدمر حياتهم هما الاثنين. فبيقول لها جي ار معلم على نفسه حبيبتي، من الاخر كده محدش يعرف يعمل لنا حاجه بعد ما ناخد الدهب ونهرب من البلد كلها، ساعتها مش هنشوف وشه تاني ويبقى يورينا بقى يوصل لنا ازاي. في اليوم اللي بعده بيروح جي ار لبراندون عشان يبداوا تنفيذ العمليه، وبيتنكروا كلهم في هيئه عمال الصيانه عشان يعرفوا يدخلوا منجم الذهب. بيقدر براندون انه يعمل فتحه صغيره في سرداب التهويه بتاع المنجم عشان يخلي جي ار يستخبى فيه من غير ما حد يشوفه، وبعدها بيخرجوا من المنجم كانهم خلصوا شغلهم وماشيين. طبعا بنعرف ساعتها ان ده السبب الوحيد اللي خلى براندون يختار جي ار في العمليه، وهو ان جسمه صغير جدا ويقدر يدخل جوه الفتحه بسهوله عكس البغال اللي معاه اللي كل واحد منهم ظهره بنفس عرض الحيطه تقريبا. بنرجع بعدها لتاشا اللي بنعرف انها متفقه مع المعلم سام. بتشتغل جي ار طول الفتره دي وبتمثل انها بتحبه عشان تعرف هو ناوي على ايه بالظبط، وبتسرب للمعلم سام اخباره. صحيح انك يدون عظيم والله، ده ايه الجبروت ده كله يا شيخه، ده انا ذات نفسي صدقت انك بريئه. لما بيطلع النهار بيرجع براندون للمنجم تاني كانه نسي شنطه العده بتاعته جوه، لكنه اول ما بيدخل المكان بيهجم على حارس الامن وبيعطل كاميرات المراقبه عشان ما يبقاش فيه اي دليل عليهم. في نفس الوقت بيلبس جي ار قناع القرد وبينزل من السرداب لغرفه الالات، وبيثبت كل العمال بالمسدس اللي معاه وبيجبرهم انهم يفتحوا الباب الرئيسي عشان يساعد زمايله في انهم يدخلوا. وبيروح براندون للمدير بعد كده وبيطلب منه انه يكمل شغله عادي لحد ما ينصهر الذهب ويتحول لسبايك. فبيقول له المدير بس الموضوع ده هياخد وقت طويل يا باشا، يمكن يوصل لساعه مثلا. فبيرد عليه براندون بعصبيه وبيقول له ما تاخد الوقت اللي انت عايزه، انت فاكرني مستعجل على الوزاره يعني؟ ما باين علينا اننا حراميه اكيد ومش هنمشي من هنا غير والذهب معانا. بيلتفت براندون وراه بعد كده وبيكتشف ان جوش عمل مشاكل مع العمال وضرب واحد منهم بالرصاص في رجله بحجه انه كان عايز يهرب. طبعا براندون بيكون عارف ان جوش بيكذب عليه وانه عايز يعمل فيها شبح وخلاص عشان الناس تخاف منه، فبيقرر براندون انه يضربه بالمسدس في مناخيره لحد ما بينزف، وبيهدده بعدها بانه لو عمل حاجه من دماغه تانية هيخلص عليه. بعد شويه بتتشكل سبايك الذهب وبياخدهم براندون وبيحطهم في الشنطه وبيهرب هو ورجالته من المنجم بسرعه، لكن لسوء الحظ البوليس بيوصل قبلهم وبيفضل ملازمهم طول الطريق، وبيحصل تبادل اطلاق نار بينهم، وبيتصاب ستيرلو صاحب براندون وبيكون على وشك الموت، فبيطلب منهم انهم يسلموا نصيبه للبت بتاعته لانها غلبانه وبتجري على يتامى. في الوقت ده بيجي دور السواق اللي معاهم اللي حرفيا بيلف البلد كلها وبيدوخ عربيات الشرطه وراه في كل حته لحد ما بيقدر انه يهرب منهم في النهايه، وبينزلوا بعدها وبيدخلوا جوه عربيه نقل تانية عشان ما حدش يكشفهم، لان اكيد الشرطه هتنشر اوصاف العربيه الاولى في كل حته لحد ما يلاقوهم.
بيروحوا كلهم عند المعلم سام بعد كده اللي بيتخانق مع براندون لانه ضرب جوش وخلاه ينزف من غير ما يعمل له حاجه. فبيقول له براندون ان جوش هو اللي غبي لانه كان هيوديهم كلهم في داهيه لولا ستر ربنا. بيدي له براندون بعد كده سبايك الذهب، وساعتها المعلم سام عينيه بتزغلل وبينسى اصلا جوش وعيلته كلها، وبيسلم الذهب لرجالته وبيقول لبراندون ما تقلقش، نصيبك في الحفظ والصون، وكده كده هستناك لما تيجي عشان نقسم سوا. بيروح براندون وجي ار عند حته مقطوعه في الصحراء عشان يحرقوا العربيه، وبالمره يحرقوا جثه ستيرلو صاحبهم الف رحمه ونور عليه. فبيقول له جي ار مش احنا المفروض نقرا له الفاتحه دلوقتي ولا ايه؟ فبيرد عليه براندون وبيقول له بس يا غبي ده اسمه ستيرلو. بنرجع بعدها لتاشا اللي فعلا بتلم هدومها وبتقرر انها تهرب مع جي ار، لكن المعلم سام بيقرر انه يتغدى بيها الاول قبل ما يتعشوا بيه، وبيبعت لها واحد من رجالته عشان يخلص عليها، لكن تاشا بتستغل انوثتها وبتطمعه فيها. بعدها بتضربه بالجاز على دماغه وبتهرب بسرعه، وبتبعت لجي ار رساله بتعرفه ان سام ناوي يغدر بيهم هم كمان. فعلا لما بيرجع براندون البيت فبيلاقي الشرطه موجوده في كل حته، وبيفهم ان المعلم سام باعه وغدر بيه. بيتصل بيه عشان يساله هو عمل معاه كده ليه، فبيرد عليه المعلم سام وبيقول له هذا الرقم غير موجود بالخدمه، ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. بيرمي براندون الموبايل في الشارع بعدها وبيقول لجي ار دول باين عليهم رجعونا لايام الشقاوه من تاني ولا ايه. بيروح براندون للقبر بتاع امه بعد كده وبيتضح انه مخبي مبلغ هناك، وبيقول لجي ار ما تقلقش دول مجرد نوايا تسند الزير لحد ما نوقع المعلم سام في شر اعماله ونعمل معاه الجلاش احنا كمان زي ما غدر بينا. بيسافروا هما الاثنين بعدها لمدينه ميلبورن، وبياخدوا معاهم تاشا بالمره لانها بنت غلبانه من غير لا حبيب ولا قريب. بيروح براندون لتاجر ذهب كبير في المدينه وبيديله فلوس كتير، وبيعرف منه ان المعلم سام ناوي يبيع الذهب لعصابه روسيه في المينا يوم الاربعاء الجاي، وطبعا دي فرصه كبيره بالنسبه له انه يغدر بيه وياخد الذهب اللي تعب عشان يسرقه. وبيرجعوا البيت بعد كده وبيطلب براندون من تاشا انها تعمل له خدمه عادي كانها اخته وبتساعده، لكن تاشا بتكبر الموضوع وبتقول له ما تقوم تساعد نفسك يا حالتها، هو انا كنت الشغاله اللي جابها لك بابا قبل ما يموت؟ طبعا براندون بيتعصب ساعتها وبيمسك في خناقها وبيضربها بالقلم لانها ردت عليه بطريقه مش كويسه. وفي الوقت ده دم جي ار بيغلي لانه ما يصحش يضرب البت بتاعته قصاده، فبيروح يتخانق مع براندون هو كمان عشان يسيب تاشا في حالها. بيحصل اشتباك بينهم في الاول، لكن براندون بيسيبه بعد كده وبيقول له يا عبيط انا زي اخوك، اسمع مني البنات دول هم اساس المشاكل في اي حاجه في الدنيا واسال مجرب. بينصحه بعدها وبيقول له لو سبتها تتعوج عليك كده كل شويه يبقى مش هتقدر تحكمها لما تتجوز، وده معناه انك لازم تضربها من وقت للتاني عشان تبقى تحت طوعك. وبيعرفوا كمان ان تاشا دي بنت شمال مش من مستواه، بيديله شويه فلوس وبيقول له ارميهم ليها على الترابيزه وخليها تبعد عنك لحد ما نخلص العمليه، وبعدها ان شاء الله تولعوا انتوا الاثنين بجاز، انا ماليش دعوه بيكم. لكن في نفس الوقت بتكون تاشا بتتنصت عليهم من بعيد، طبعا لما بتحس انها رخيصه قوي كده في عينيهم بتتضايق وبتقرر انها تسيبهم وتمشي، لكن جي ار بيجري وراها وبيقعد يترجعها انها ترجع له وبيقول لها انا ما اقدرش اعيش من غيرك والكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده. لكن تاشا بتطلع صايعه من الاخر وبتقول له انا مش راجعه معاك تاني، لو عايزني تبقى تيجي تطلب ايدي من بيت ابويا ساعتها ابقى افكر كمان اذا كان هقبل بيك ولا لا. بنرجع بعدها لبراندون اللي بيهجم عليه قاتل محترف اسمه واين وبيقول له انه محطوط على رقبته $50,000 للمعلم سام لو خلص عليه دلوقتي. فبيضحك براندون وبيقول له انت اتضحك عليك يا صاحبي، لان المعلم سام ناوي يعمل من وراك خميره قد كده، لو اتعاونت معايا هديك رقم اعلى من اللي انت قلته ده، بس تديني الامان الاول وتنزل المسدس. طبعا براندون لعبها صح لانه عارف ان الطمع هيعميه وهيخليه يبيع المعلم سام اصلا عشان الفلوس اللي هتزغلل عينيه. في اليوم اللي بعده بيروح براندون وجي ار والمجرم واين لمكان تسليم الذهب وبيقلبوه مجزره حرفيا، لكنهم مش بيلاقوا الذهب في اي حته. ساعتها بياخدوا جاش معاهم للمخزن وبيعذبوه عشان يقول لهم على مكان الذهب، لكنه بيعمل فيها نصح ومش بيرضى يقول لهم على حاجه. فبيقول له براندون واضح كده انك حران ومش عارف تفكر كويس، انا بقى عندي العلاج بتاعك. بيحط براندون بعدها في الفريزر وبيقفل عليه لمده نص ساعه، بعدها بيطلعوه. بيلاحظ ساعتها ان جاش بقى شبه الفرخه العيانه، وبيضطر وقتها انه يعرفهم على مكان الذهب اللي براندون وجي ار بيروحوا يستلموه بسرعه من المينا، وبيطيروا من الفرحه لان اخيرا مهمتهم نجحت. وبتبقى لهم بعدها المهمه الاخيره الانتقام من المعلم سام اللي بيكون قاعد في القصر بتاعه زي الباشا. فجاه بيهجم عليه براندون جي ار بيخلصوا عليه، بيبتدوا بعد كده يفكروا في طريقه يخرجوا بيها بره البلد، وده بالظبط اللي حصل مع جي ار اللي فضل يبعت لتاشا رسائل وجوابات من غير ما يقول لبراندون اي حاجه. ولما بيساله انت بتغيب فين كل ده كان جي ار بيقول له انا كنت بجيب سجاير. بعد فتره بيروح براندون يشتري مركب وبيجهزوا نفسهم عشان يسافروا هما الاثنين لبلد تانية، لكن براندون بيطمع في الذهب وبيهدد جي ار بالمسدس وبيقول له نفض لنفسك يلا، انت فاكر نفسك هتقسم معايا الذهب كله ولا ايه؟ وفي الوقت ده جي ار بيضحك عليه وبيقول له الذكي اللي فاكر نفسه ذكي ما يبقاش ذكي، والغبي اللي فاكر نفسه غبي ما يبقاش غبي. فبيرد عليه براندون وبيقول له توصل ايه بالكلام ده؟ قال له جي ار طب رد على المكالمه دي الاول وانت تفهم. بيتضح ساعتها ان جي ار كان اتفق مع تاشا وخلاها تاخد الذهب كله معاها لانه عارف من البدايه ان براندون كان ناوي يغدر بيه. وبتقول له تاشا في المكالمه اهدى كده وبطل عصبيه، لو بقيت مؤدب وكويس للاخر هنديك نصيبك من العمليه زي ما انت عايز، اتعصبت انت الجاني على نفسك. طبعا براندون بيتكيف من المقلب لانهم لعبوها صح،
لكن العصبية بتسيطر عليه برضه، فبينط على جي ار وبيرميه في المية، لكنه بينسى ساعتها ان جي ار بطة بلدي مش بيعرف يعوم، فبيرجع يغطس تاني عشان يخرجه لانه لازم يفضل عايش عشان ياخد نصيبه. وبيسيبوا جي ار بعدها وبيروح لتاشا اللي بتطير من الفرحة انهم هيكملوا حياتهم سوا غصب عن عين اي حد. وبعد ايام بيتقبض على براندون بيتنقل للسجن، وفي نفس الوقت بيروح جي ار يحط له نصيبه من الذهب عند القبر بتاع امه، وبيبعت له جواب على السجن وبيقول له السجن للجدعان يا عم براندون، وشكرا على كل اللي انت عملته معايا. وبينتهي الفيلم على كده. سلام.